السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، بحبكم جدا جدا. النهارده قراءتنا مع برج الجوزاء قراءة عاطفية للأسبوع التاني من شهر ديسمبر 2023. بس قبل ما نبدأ القراءة فده وليس أمر، ما تنسوش شير لايك اشتراك في القناة تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بالنسبة للقراءات المجانية تابع معايا البث المباشر على القناة، فيديو القراءات المجانية ليوم الجمعة و فيديوهات العرض الأول اليومي اللي بينزل على القناة. باخد تعليقات منين لفيديو القراءات المجانية؟ من خلال تعليقاتكم على الفيديوهات اليومية. اكتر شخص بيكون بيعلق كتير جدا على الفيديوهات هو اكتر شخص بيكون ليه الفرصة والحق في انه يفوز معايا بقراءة مجانية ليوم الجمعة. بالنسبة للقراءات الخاصة بس لينك الفيسبوك رقم الواتساب صندوق الوصف تحت الفيديو، تقدر ان انت تتواصل معايا لحجز قراءتك الخاصة. يلا بينا برج الجوزاء. بس قبل ما ابدا برضو احب اقول ان هذه قراءة عاطفية ربما تكون معكوسة. شوف طاقتك فين معايا اثناء القراءة وروح لها. برج الجوزاء عاطفيا للأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2023. عاطفيا بسم الله. برج الجوزاء العلاقة دي انتهت، مش حاليا، مش شغالة، يعني مش موجودة. ليه؟ تفسرت فراق. فراق. ايه سبب الفراق؟ تغيير كامل او تغيير مفاجئ حصل في العلاقة دي فجأة بينك وبين الشخص دوت، سبب جمود بينك وبينه. ابتديت تبقى انت في وادي وهو في وادي، مفيش احساس، مفيش تعامل، ما بيحسش بمشاعرك، ما بيتكلمش معاك، مش بيهتم بيك، مش بيغير عليك، وهكذا. حصل فراق بسبب اهماله، بسبب ان انت ممكن اكتشفت كمان يعني ان الشخص دوت مع طرف تالت، او الشخص دوت مش عايزك او مش بيفضلك، لذلك انت بعدت. يبقى التغيير ده بسبب ايه؟ بسبب دخول طرف تالت للعلاقة، او شيء الشخص دوت فضله عليك. فنهى العلاقة ازاي؟ بسبب اهماله ليك، تعامله الوحش معاك، اسلوبه اللي مش كويس معاك، طريقته الصلبة جدا معاك، عدم اهتمامه بيك، اهتمامه بحد تاني غيرك. كل الحاجات ديت خلت العلاقة دي ايه؟ تنتهي. طاقتك انت فيها هيرفونت، انت يعني ملتزم جدا بقواعد معينة او خطة معينة حاططها لنفسك يا برج الجوزاء. ماجيجان بتحاول تلفت انتباهه ببعض الاشياء. يعني ربما ان انت بتلفت انتباهه، يعني انت عايز تحصره عليك، فاهمني؟ عايز تحصره على اليوم اللي انت سبتني فيه، عايز تخليه انت معليك، عايز تحس بشعور النصر في هذه العلاقة بعد ما الشخص ده خذلك. بتحاول تلفت انتباهه، وفي نفس الوقت ان انت هيرفونت ملتزم جدا بهذه القواعد، وان انت بتحاول ترضي نفسك الفترة دي، وبتحاول تشتغل جدا جدا على نفسك، وتثبت لنفسك وتثبت ليه ان انا احسن منك، وان انا استاهل شخص احسن منك. مشاعرك 7 اوف كابس تاس مع 9 اوف سورد، انت مصدوم جدا منه، والصدمة دي هي اللي غيرتك، وهي دي اللي هدت الاحلام الكتيرة اللي انت كنت بانيها على اكتافه. انت كنت شايف فيه كل حاجة، وفجأة الشخص ده جه هد كل حاجة، فابتديت
تبعد وتنفر وتحط لنفسك قواعد لنفسك عشان تبقى مبسوط، وتدي لنفسك اللي انت معرفتش تاخده منه، وفي نفس الوقت توريله او تخليه يتحسر ويندم عليك ويشوفك صح ويقدر قيمتك. بتشوف ان هو الشخص دوت شخص دايما بيرمي بمشاعره بأي كلام، يعني يقول أي كلام، يقول لأي حد أنا بحبك عادي. وان هو شخص متكبر جدا جدا وبيحب السيطرة على كل حاجة في ايده، ما بيحبش حد يقوله لا، ما بيحبش حد يأيده عن حاجة هو عايزها. طيب طاقته هو ايت اوف سورد. الشخص دوت فارض على نفسه قيود معاك. ايه هي القيود؟ ما بين الفايف اوف كابس اللي هو الندم الشديد، ان انا ندمان جدا 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 عليك، وما بين ان انا عايز جدا امتلكك واسيطر عليك مرة تانية. القيود هنا انا ما بين ان انا عايز امتلكك وما بين ان انا ندمان عليك. انا برضو مش عايز اكسر كبري وكبريائي معاك، ومش عارف رد فعلك انت ايه، فبالتالي خايف ان انا اقرب لك. هي دي القيود اللي هو فارضها على نفسه، وحاطط افكار بقى في عقله كتير جدا. الافكار ديت ربما تكون اوهام في عقله وربما تكون حقيقة، بس هو خايف يقرب فعلا وانت تصده او تبعده او يكسر كبره قدامك، لان انت مش متعود على كده معاك. حد انت شايفه قوي، شخص ان هو شخص ما بيقولش، يحب يعني يسيطر على كل حاجة، وشخص عنيد، شخص ما بيعترفش بخطأ. طيب مشاعره هو اتجاهك، انا شايفه هنا ايج اوف كابس، تو اوف كابس، ذا لافرز. هيموت عليك، هو هيموت عليك وافتقدك جدا جدا وغيران عليك جدا ومش عارف انت فين ولا مع مين ولا بتعمل ايه، وعايز بداية جديدة معاك. واعتقد ان في لغة طاقة روحانية او لغة روحانية الفترة دي، تواصل روحي بينك وبين الشخص دوت، يعني تتقابلوا في البعد الخامس مع بعض. بيشوفك ان انت خلاص مشيت وتخليت عنه ومش هترجع تاني ليه بعد فترة الانهيار الصعبة اللي انت عشتها، وان انت قررت تعيش حياتك، وان انت بقيت بتبين له اللي انت عايز تبينه له مش العكس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو شايفك كده بالشكل دوت انت فعلا مش عايزه، ان انت يعني مش مخبي ان انا عايزك وبوري لك العكس، لا ده هو فعلا مش عايزني، هو متأكد من كده. فاهمني كده؟ طب نكمل. رسائل عقل الباطن بتقولي ان انا عايز اعمل حاجة علشان اكون معاك، انا عايز اتصرف او اخد خطوات علشانك، انا عايز انهي المرحلة ديت من حياتي معاك، انا عايز ابدأ معاك من جديد. يبقى الشخص دوت ايه؟ كل تفكيره معاك دلوقتي ان انا ايه؟ اكون معاك، ايا كان بقى الطريقة او ايا كان الثمن اللي هدفعه، بس انا اكون معاك. صراع شديد الفترة اللي جاية. الشخص ده بيعمل لك مش مشاكل في حياتك، ولكن يعني هيتواصل، هيتكلم، هيخلي حد يتكلم معاك، هيحاول ان هو يقابلك، هيحاول يبعت لك رسائل، هيبقى في تواصل من كل الانواع معاك الفترة اللي جاية علشان تديله فرصة جديدة. هيحاول ان هو يوصل ليك بكل الطرق، هيحاول ان هو يفوز بالعلاقة ديت بأي تمن ومهما كان التمن. فاهمني؟ فالفترة اللي جاية استقبل بقى منه طاقات كتير جدا ومحاولات ياما قوي. كيفية التعامل حاول تكون معاه عكس عكاس، يعني ضايقه، خانقه، اللي هو عايزه ما تعملهوش، انا عايز نرجع، لا. يعني حاول الفترة ديت يعني على الأقل لحد 5 نقط مثلا، لحد 5 أسابيع من وقت ما يعمل ده، انت تفضل على طاقة الرفض، ما تدلهوش القبول بسهولة، خد وقتك عشان يقدر قيمتك يا برج الجوزاء. مصير علاقة بداية جديدة هتجمع بينك وبين هذا الشخص الفترة المقبلة، وعوض كبير منتظرك في هذه العلاقة يا برج الجوزاء. هذا الشخص مختلف كتير عنك ومحتاج ان انت تتعامل معاه باسلوب اخر وبتعمق اكتر من كده. دعوة مستجابة سوف تغير الاقدار. هذا الشخص ربما يكون توأم روح او توأم شعلة بالنسبة لك، ولكن مختلف عنك وعن تفكيرك بشكل كبير.
هناك امرأة في حياتك بتأثر في حياتك بشكل سلبي كتير جدا، برج الجوزاء، وهذه الشخصية ربما في بينك وبينها خصام أو مشاكل الفترة دي، احذر منها. وفي شخص ربما يكون شخص جيد في حياتك بيظهر الفترة اللي جاية، وربما كمان بيساعدك في التخلص من هذه المرة. الجواب نعم، سوف تحصل على ما صليت من أجله. استقبل ما تحب وكن صبورا، الكون يحرك القطع لإكمال المشهد. تحول الحدث للتو، لذا توقع أن تتحسن كل الأشياء كثيرا عما هي عليه اليوم دون سابق إنذار. الطاقات والأبراج اللي ظهرت معانا النهاردة نارية، ترابية، هوائية، مائية، كل الأبراج نزلت، ولكن الأبراج الكبيرة من حيث الطاقات من القوية للضعيفة هنقولها دلوقتي بالترتيب. ميزان، دلو، جوزاء، حوت، سرطان، عقرب، طور، عذراء، جدي، اسد، قوس، حمل. بكده تكون خلصت قراءتنا مع بعض. شكرا ليكم، اشوفكم على خير. توحشوني جدا جدا، مستنياكم في قراءات تانية كتير. ارجو لو عجبتكم القراءة بتنسوش لايك، اشتراك في قناتي، فايز الرجاس يصلك كل جديد. باي باي.